أهلا بكل المتابعين في شرحنا النهاردة. لو متوفر سيولة ومحتارين إيه أحسن طريق للاستثمار، فالكلام اللي هنقوله هنا ممكن يغير نظرتكم تماماً للشهور اللي جاية. سوق الذهب دلوقتي بيمر بحالة نقدر نقول عليها لغز كبير وكلها دوشة. من ناحية بنسمع تقارير عن أرقام قياسية خيالية، ومن ناحية ثانية تراجعات يومية بتخلي الواحد يقلق. هدفنا في الشرح ده إننا نفك الشفرة دي حتة حتة ونعرف إيه اللي بيحصل ورا الكواليس. هل النزول الأخير ده جرس إنذار بانهيار، ولا دي أصلاً فرصة العمر ومحدش واخد باله؟ خلونا ندخل في أصل الحكاية. السؤال اللي شاغل بالي الكل دلوقتي، هل إحنا داخلين على انهيار ولا دي يدوب تسخينة لموجة صعود قوية؟ المتابعين للسوق منقسمين بشكل حاد جدا. فريق مرعوب وبيصفي كل حاجة، وفريق تاني بيفرك إيده وبيستعد لقفزة تاريخية. الصراحة الاتنين عندهم وجهة نظر، بس عشان نطلع بقرار مالي سليم لازم نشيل العاطفة خالص ونبص للمشهد من فوق. وعشان الصورة توضح هنمشي مع بعض خطوة خطوة. هنبدأ بفك لغز التذبذب اللي مجنن السوق، وبعدها هنروح للتوقعات الخيالية بتاعت $4400 للأونصة، وهنشوف الحيتان الكبيرة، وأقصد هنا البنوك المركزية بتعمل إيه. كمان مش هننسى حساسية السوق المصري، وهنحط ال3 سيناريوهات المتوقعة للمستقبل. وفي النهاية هنختم بالخلاصة، استراتيجية الشراء التدريجي الذكية. طيب خلينا نبدأ بأول نقطة معانا، لغز تذبذب أسعار الذهب. السر هنا بسيط جدا، الذهب أو أي أصل مالي في الدنيا مستحيل يتحرك في خط مستقيم لفوق. اللغز اللي عامل قلق للناس كلها هو إن أي صعود قوي لازم، وأكرر لازم، يجي وراه فترة تراجع. ده اللي بنسميه تصحيح صحي عشان السوق يقدر يكمل طلوع. يعني التراجعات اللي بنشوفها دي مش نهاية العالم، دي جزء طبيعي جدا من الدورة المالية. جني الأرباح بيعمل ضغط مؤقت، بس ده عمره ما كان معناه إن الاتجاه الصاعد انتهى. وين هنا خلونا ننقل على النقطة اللي بعدها، واللي بتعمل صدى واسع جدا في كل حتة، التوقعات التاريخية للأسعار. أيوة، الرقم ده مش خيال علمي ومفيش فيه مبالغة. التذبذب اللي فات ده بيمهد لتوقعات اقتصادية ضخمة جدا متصدرة عناوين الأخبار العالمية. في مؤسسات مالية من العيار التقيل بتتوقع أن الأونصة تضرب رقم $5400. ليه؟ لأن في اتجاه صعودي طويل المدى قوي جدا، مدعوم بعوامل سياسية واقتصادية بتخلي السيولة العالمية كلها تجري تدور على الأمان. والحالة دي بالظبط بتلخصنا شد الحبل اللي بيحصل دلوقتي. في عوامل قصيرة المدى زي الفايدة العالية وقوة الدولار بتغري الناس تحط فلوسها في البنوك، وده بيضغط على السعر لتحت شوية. بس على الناحية التانية في غول اسمه الاتجاه الصاعد طويل المدى، وده مبني على الطلب على الملاذ الآمن والقلق الاقتصادي العام. العوامل المؤقتة دي مجرد ستارة وراها قوة شرائية جبارة بتستعد للانطلاق. ولو رجعنا للتاريخ هنلاقي نمط بيتكرر بالحرف. في أوقات الأزمات الكبيرة، من أول الأزمة المالية في 2008 وبعدها أيام كورونا في 2020 وصولاً لدوامة التضخم والديون اللي العالم غرقان فيها النهاردة، الذهب دايماً بيثبت إنه الملاذ الآمن اللي ملوش بديل. نقدر نعتبره بوليسة التأمين الشاملة وقت ما الأسواق كلها بتكون مرعوبة. وده بياخدنا لسر تاني مهم جداً، المحرك الأساسي ورا كل ده، تحركات البنوك المركزية في العالم. الشيء المثير للاهتمام هنا إن الحيتان الكبيرة اللي هم البنوك المركزية بيعملوا تجميع استراتيجي للذهب وبكميات مرعبة. دول بيشتروا بشراهة مش طبيعية. ليه بيعملوا كده؟ عشان يحصنوا اقتصاداتهم من أي صدمة أو تباطؤ اقتصادي جاي في السكة. ولما نشوف المتحكمين في الفلوس والسياسات النقدية بيشتروا بالكميات دي إشارة مبكرة وصريحة إن الذهب قيمته هتتضاعف. طيب ده الكلام العالمي، خلينا بقى ننزل على أرض الواقع ونشوف حساسية وضع السوق المصري. السوق المحلي عندنا ليه حسبة تانية معقدة شوية. هو حساس ومتقلب جدا، لأنه عامل زي اللي مشدود من 3 حبال في نفس الوقت: سعر الأونصة العالمي، سعر صرف الدولار قدام الجنيه، وقوة العرض والطلب جوه البلد. ال3 دول لما بيتدخلوا مع بعض بيعملوا حركات يومية مفاجئة وموترة للأعصاب. يعني عادي جدا نلاقي السعر العالمي بيطير، بس عشان الدولار هادي محليا نلاقي السعر المحلي ثابت أو بينزل، وطبعا ده بيعمل حالة من الارتباك لأي حد بيتابع. وهنا بتيجي المقولة الذهبية اللي لازم تتبروز: المستثمر الذكي بيشتري وقت التراجع مش وقت القمة، وبيفكر لسنين قدام مش يوم بيوم. أكبر فخ ممكن نقع فيه محلياً هو التداول العاطفي. يعني إيه؟ يعني نشتري وإحنا متحمسين والسعر طاير، ونروح نبيع بخسارة ورعب مع أول نزول مؤقت. الهدوء وإننا نبص للصورة الكبيرة هو ده المفتاح الوحيد للمكسب الحقيقي. عشان نتجنب الفخاخ العاطفية دي مهم جدا نرسم سيناريوهات مستقبل السوق. المحللين بيرسموا 3 مسارات رئيسية للي جاي.
السيناريو الأول، الأزمات العالمية تزيد أكتر، وهنا الذهب هيصعد بقوة وبدون فرامل. السيناريو الثاني، يحصل هدوء واستقرار نسبي، وده معناه إن السعر هيمشي بالعرض أو ينزل نزول بسيط كفترة استراحة قبل ما يكمل طلوع. أما السيناريو الثالث والأخير، إن الاقتصاد العالمي يتعافى ويبقى قوي جدا، وده هيخلي الذهب يهدي شوية مؤقتا. الملاحظة العبقرية هنا إن حتى في أسوأ سيناريو للذهب، التاريخ بيقول لنا إنه في النهاية بيرجع يتعافى ويصعد تاني. وبناء على كل اللي فات، إيه العمل؟ ده يوصلنا لأهم نقطة، استراتيجية الشراء التدريجي الذكية. إزاي نوظف فلوسنا صح وسط الدوشة دي كلها؟ استراتيجية الشراء التدريجي هي الحل السحري اللي بيعزلنا عن وجع الدماغ ده كله. الخطوة الأولى، نشتري جزء من الذهب بالأسعار بتاعت النهاردة. الخطوة التانية، لو السعر نزل نشتري جزء كمان عشان نقلل متوسط التكلفة ونستفيد من الهبوط ده. الخطوة الثالثة، لما السعر يطلع نوقف شراء ونبدأ نجني أرباح الجزء الأولاني. الطريقة دي حرفياً هي الأأمن والأذكى عشان نتعامل مع التذبذب ونقط الدعم الفنية من غير أي توتر. الخلاصة يا جماعة إن أي قرار مالي لازم يتبني على فهم واضح وخطوات مدروسة، وعمره ما يكون مجرد رد فعل مبني على الخوف أو الطمع المبالغ فيه. لو قدرنا نتجاهل الدوشة اليومية ونبعد عن التطرف في المشاعر، هنقدر نعدي الأمواج المالية العالية دي بنجاح ونحقق أفضل نتائج. وفي النهاية بنطرح سؤال مهم جدا للمناقشة، لو في سيولة جاهزة معاكم النهاردة، هل الأفضل الدخول في السوق حالاً ولا الانتظار شوية؟ عشان التوقعات بتختلف من شخص للتاني. ياريت تشاركونا رأيكم في التعليقات عشان نفتح باب النقاش ونفهم زوايا ووجهات نظر مختلفة. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل التحليلات المستمرة والمحايدة للتغيرات الضخمة دي أول بأول. الفرص الكبيرة دايما محتاجة متابعة وفهم مستمر. شكرا جدا ليكم وأشوفكم في الشرح الجاي.